الأستاذ الدكتور رفيق الصبان وتعليقه على مسيرة الفنانة نبيلة عبيد في أفلام المرأة. عندك تعليق؟ لا إطلاقا. هو قال يعني اللي أنا يمكن ما أقدرش أقوله عن نفسي كويس، هو ترجمه الحقيقة يعني. طب عندي سؤال بتعليق. اتفضل. طيب انجذابك لفيلم المرأة وقضايا المجتمع خد برضه في بعض الأحيان بعد يتعلق بالمرأة ضد الرجل. مثلا ده ظهر في المرأة والسطور لسعيد مرزوق، والغرقانة مع محمد خان، وعتبة الستات مع علي عبد الخالق. انت كنت شايفة انه المجتمع المرأة فيه حقها مهدر، حقوقها مهضومة؟ حاولتي انك تلعبي دور في انه المرأة تحصل على بعض الحقوق؟ ما اصل احنا على طول عمالين نتكلم في حقوق المرأة وكده. هو في الثلاث افلام اللي انت قلتهم دول، يعني بالنسبة للمرأة والسطور، هي إنسانة عادية طبيعية. هي طبيعية جدا جدا جدا. لكن لما صادفها الشخص ده، ده كذاب، عمل 3 باسبورتات مزورة، حاول يعتدي على بنتها، وياها كان سيء في المعاملة، في التصرفات، يعني ما كانش إنسان معاها، كان حيوان. فهي حتى ساعة لحظة لما خبطته بالسكينة هي ما كانتش عايزة، ده وكان حاطط جنبه السكينة وبيقشر التفاح وبياكل. هي خافت، هي قشرته بقى، هي كان بيقشر التفاح راح مقشرها. هي خافت من اسلوبه معاها وسلوكه معاها الغير انساني. ومع بنتها طبعا، بنتها احنا شفنا انه حاول الاعتداء على بنتها، ومعها هي بصفه خاصه. فاول ما حصلت لها الحكايه دي بتاعه الانتقام، هي في اللاوعي، في اللا شعور، هي ما كانتش قصده انها تعمل كده، فاهمني؟ لان ما حدش يعالج المشكله بمشكله افظع واكبر. يعني ما بنقولش ان كل واحده ممكن تتصرف التصرف اللي عملته. هي كانت في اللاوعي، انت كنت في الوعي كنبيلة عبيد. يعني انت كنت واعيه بانك بتقدمي نوعيه من الافلام عشان خاطر تنصفي المراه يعني في المجتمع؟ لا، في الحاله دي هي اللي عملته ده. حتى الست الشخصيه الحقيقيه اللي هي عملته، اللي هي قتلته فعلا، لما بيحققوا معاها قالت لهم لو دلوقتي هعمل فيه اللي حصل. احنا ما بنقولش ده، يعني انا مش مع الانتقام بالانتقام او لا، انا مش مع ده، لا. لكن هي واحده الضغوط النفسيه القاسيه، وشوف انت كان مقعدها يعني في صحراء هي وبنتها، وبيعمل فيهم عمايل هي وبنتها لا تطاق ولا تحتمل. فاول ما عملت كده هي كانت في اللاوعي، ما كانتش طبيعيه ابدا ابدا. ده على المرأة والسطور. في عندنا ايه في الغرقانة، كانت برضه بتمر بضغوط قاسية جدا 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 عليها. ما هو لازم بص، الضغوط القاسية دي قوي 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 هي اللي بتفجر العكس على طول. لو كانت دي ست بتتعامل معاملة سوية، او مع زوج زي اللي احنا شفناه في الغرقانة، انت شفت شخصية الزوج كان عامل ازاي. لو كان هي صعب الزوج شوية. لو هي بتعامل معاملة ما مش هتقدر تعمل اي غلطة. انما الضغوط والقهر والتعذيب والحاجات دي كلها اكيد وانا ضد ان الانتقام بالانتقام، مش مع، لكن بتبقى حالة اللاوعي، واحدة مش حاسة بانها في يعني خلاص بقى. ده ممكن نطبقه على المجتمع، يعني انه نقول انه الضغوط اللي بتتعرض لها المرأة بشكل عام يعني ممكن تفرز او ينتج عنها. ممكن، ما هي دي من المجتمع، وهي المرأة والسطور دي مش من ضغوط المجتمع. المعاناة اللي كانت بتعيشها مع جوزها، ما دي ضغوط، وهي استحملت، بس كانت بقى الكارثة الكبرى ان بنتها، وبعدين هي بقى والحالة الفظيعة اللي هي كانت فيها، دي ضغوط مجتمع اكيد هي مر بيها، وضغوط ما قدرتش تتحملها. ولو اني ضد، مش مع الانتقام بالانتقام، انا مش معاه، لا في اي وسيله تانية. لكن هي لانها قصه حقيقيه كان لازم ناخدها زي ما هي ونطرحها زي اللي حصل فيها ده. ما تتكلميش في السياسه كده دلوقتي خالص. لما عملتي العمى نور، ايوه، مسلسل، نتكلم بقى عن المسلسلات، يلا، التلفزيون. لما عملتي العمى نور، لقى المسلسل ترحيب كبير قوي من فئه الاطفال الكبار شويه، زائد الشباب والصبيه والفتيات يعني.
انت كنت واعيه انك بتقدمي المسلسل ده في الفتره دي، وان الجمهور الكبير قوي هيكون من الفئه العمريه دي؟ للمجموعه اللي كانت حواليا، الشباب الصغيرين والمجموعه دي، انا كنت حاسه ان ده هيلفت النظر، هيلفت النظر قوي، لكن ما كنتش فاكره انه هيلفت كمان نظر الاطفال الصغيره اللي قد كده. يعني انا لما اكون في مطار وطفله مع مامتها وتروح عامله لها كده اهو، عم نور اهي، تقول لها انت تقول لها تعالي انت نور اهي. فانا ما كنتش واعيه انه هيبقى كده قوي، لكن هو وصل للحاجه اللي انا ما كنتش اتوقعها يعني. لكن انا كنت عارفه بالشخصيات اللي كانت حواليا. شخصيه هوتا دي كانت شخصيه حيه جدا جدا في كده في الحياه. البنت اللي مريضه وعندها مرض السرقه وهي مش محتاجه اي حاجه. المجتمع اللي هي نور نفسها عاشت فيه مع اخواتها، والحاله اللي هم فيها، والشباب واللي ما بيشتغلش واللي عنده ضغوط والحاجات دي كلها. انا كنت حاسه انه هيعمل حاجه، بس مش هوصل للاطفال الصغيره زي ما ضربت لك المثل اللي قلت لك عليه ده. فبقى دلوقتي كلمه يس ونو. ايوه، ما انا لسه كنت هقول لك عليها، كانت بتقولها ازاي؟ اصل لما بيبقى في فنان يبقى له كاركتر كده. انت اللي خلقت الكاركتر ده بتاع يس. بس طبعا انا مختلف خالص. يس عندي غير يس بتاعتي. هقول لك، هو انا لما كنت بقعد مع محمود ابو زيد كان هو يقول يس، فمره انا اقول له يس، لقيتني انا بقولها بطريقه فلقيتها بتعلق، ولقيت البلاتو كلهم بيقولوا يس. بعد ما قلتها لقيت الناس كلها بتقولها لبعضها يس. حطيتها على الانسر ماشين، يعني لو تطلبني تلاقي يس. اذا دي علقت مع الناس يعني انها وصلت بقى عند الناس خدت حاجه بتستعملها. والاطفال بقى يعني طبعا. الاطفال يس ونو ويس ويروحوا عاملين كده كده. حلو ده. البوابه